سنة وأشهر تمر على تنصيب المجالس الشعبية البلدية كانت كافية لسقوط عشرات الأميار بشبه الفساد، الرشاوي وسوء التسيير على غرار حالات الانسداد التي تخيم على غالبية البلديات في ظل تصاعد الخلافات بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية، والضحية الأولى هو المواطن. قرا عندنا 6 شهور ما كاش بلدية مغلوقة، عندك انشغال ولا في الحي ولا ما كاش لمن تطرحوه. سما وحنا واش نطالبوا برئيس بلديه. سيت كومون كانت تمشي نورمال عاديا، ومن بعد يافي لي دي جور وين داوه الحبس، القانون يقول لازم يبلاصيو رئيس بلديه. في لي دي جور ما بلاصاوهش، واش عليه؟ كان على الاقل لا توتال تجي لهنا تدير لي زيليكسيون اونتر لي 22 اللي قعدوا. دوك انا نحب حاجه نروح لبيرموندراس الوالي باش نقول دوموندي يستقبلني باش نشتكي له على حاجه صرات في بير خادمه ولا ما اللي هي داير حاله اللي من. ممارسات عطلت سير المرفق العام بشكل كبير، كما جمدت تجسيد متطلبات المواطن البسيط الذي علق آمالا كبيرة على المجالس الشعبية البلدية الجديدة. بالنسبة للتجميد اللي اتخذه السيد الوالي لبلدية وادي الجمعة وهو تجميد المجلس، هو في الحقيقة يضر بالبلدية ويضر بالمصلحة العامة للمواطن. نتمنى احنا من هذا الأعضاء المنتخبين أنهم يغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية تاعهم، وذلك خدمة لمصالح العامة ولمصالح المواطنين. السلطات الجزائرية من جهتها تضرب بيد من حديد وتتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة بهذه المجالس، ما مكنها من وضع حد لكل من تسول له نفسه استغلال المنصب لأغراض شخصية أو ربحية غير مشروعة. فلما يكون إرادة سياسية وهي متوفرة عن سي رئيس الجمهورية الآن بالتأكيد، وهناك مجموعة من القوانين صدرت في هذا الاتجاه، أكيد تنفيذها في الميدان الآن من قبل جهاز العدالة هو الحل الوحيد لمحاربة الفساد ومحاصرة الفساد. بين هذا وذاك تظل احتياجات المواطن الذي شارك بطريقة مباشرة في تشكيل المجالس الشعبية البلدية حبيسة التجسيد، أمر مرتبط أساساً بقانون البلدية المنتظر مناقشته الأيام القليلة القادمة على مستوى البرلمان بغرفتيها.